السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناتي. ان شاء الله هنعمل النهاردة فراخ مشوية بزيت الزيتون والبصل والفلفل الاخضر. وصفة حلوة وسهلة وجميلة تنفع معانا في فطار رمضان. هنا معايا حبتين من البصل الكبيرة، ومعايا 3 فصوص توم، و4 معالق كبيرة فلفل حار وبارد. وبدأت اضيف لهم توابل: معلقة كبيرة من الكمون الناعم، معلقتين من الكزبرة الناعمة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ومعلقة كبيرة من الملح. وهنا ضفت كمان معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وحوالي 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون. وصفة سهلة وبسيطة ومنجزة. بدأت أخلط المكونات كلها، ودي أهم خطوة في الخطوات دي كلها. ما شاء الله بتدينا نتيجة حلوة وتنفع لفطار رمضان. وصفة حلوة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنا معايا نص كوباية من عصير الطماطم المتسبكة، ببدأ أخلطها. وبعد كده معايا فرخة كاملة حوالي 2 كيلو أو أزيد، طبعا مغسولة ومنقوعة في محلول النقع. وبعد كده صفيتها، وبدأت ان انا كنت عاملة فيها فتحات تحت جلد في اللحم نفسه. وهنا ببدأ اعملها اتبلها. التتبيل بتاعها ما بياخدش وقت ومنجزة، وكل المكونات لو حد حابب يضيف زيت غير زيت الزيتون عادي، واي مكون ممكن يتشال منها. ولو اتعملت بالبصل والتوابل ما شاء الله بتبقى جميلة. هنا هنبدأ نتبلها وبسيبها ليلة كاملة في التلاجة، هنغطيها ونسيبها ليلة كاملة في التلاجة. ولما نيجي نسويها بنحطها في الرف الأوسط من الفرن، وطبعا مشغلين الحرارة من تحت بس. وبنغطيها بالورق الألمونيوم وورق الزبدة الأول وورق الألمونيوم، ونسيبها لما تبدأ تستوي. بعد كده بنبدأ نشيل الغطا من عليها، ونبدأ ان احنا نديلها الوش. طبعا انا في نهاية الفيديو ضفت لها بطاطس علشان اكمل الوجبة، وبكده يبقى انا عملت الوجبة في صينية واحدة. هنا بنبدأ نتبل. اهم حاجة ان هي تفضل ليلة كاملة في التلاجة. كل ما بتقعد اكتر كل ما شاء الله بتطلع كويسة. هنا هنبدأ نمسح الطاجن من اي بواقي عشان ما يتحرقش مننا في الفرن. ومش محتاجين ان احنا نضيف مية. لو حسيت ان هي محتاجة مية ممكن نضيف شوية مية دافيين بس، علشان ضمان التسوية لازم أن تكون متغطية. هنا طلعت من الفرن وقدمتها مع رز بشعرية، وما شاء الله مستوية، ووجبة جميلة. وطبعا ما فيش وقت للتسوية، لان كل حاجة بتبقى بتعتمد على النظر، انت بتشوف ان كانت استوت او لا. بنختبر التسوية بتاعتها وهي في الفرن. هنا استوت ما شاء الله، والبطاطس كمان مستوية. بألف هنا، كل سنة وحضراتكم بخير، يا رب دايما متجمعين في الخير وعلى الخير. واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. هنا بدأت اقدمها بالطريقة دي. وصفة سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة صعبة.